لو أنت قدّامك كيس طماطم ب5 جنيه في السوبر ماركت، وكيس تاني ب10 جنيه، الكيس اللي ب5 جنيه هو كيس متوسط الصحة، يعني لمّا هتاكله هتبقى صحتك متوسطة، الكيس اللي ب10 جنيه لمّا هتاكله هو صحته أفضل وهتخلّي صحتك أفضل بكتير، هتختار أنهي؟ أكيد كلنا هنختار الصحّي أكتر، اللي ب10 جنيه، وعادي فرق 5 جنيه يعني مش موضوع، بس التحدي بقى هنا أو الفكرة لو إن أنت معاكش ال5 جنيه الزيادة دي. هنا بقى بتُقع في تحدّي أو بتتحط في تحدّي إن أنا هاخد ال5 جنيه اللي هي الطماطم القليّلة أو المتوسطة علشان هي دي الموارد اللي معايا اللي هي الفلوس علشان أعيش حياة أحسن. طيب تقدر تقيس ده على كل حاجة، تقدر تقيس ده على العربية اللي أنت نِفْسك فيها أو الشقة أو البيت اللي أنت نِفْسك فيه أو الأجهزة أو اللبس، أي حاجة. كل الحاجات دي هي بتدّي لك أنت قدّامك خيارات، الخيارات دي يا إمّا بطريقة معيّنة متوسطة أو أحسن أو قليلة. بس خلّينا دلوقتي نتكلّم في المتوسط وفي الأحسن. طيب بناءً عليه اللي بيحدد ده مش أنت بالتحديد وإنما الموارد اللي معاك AKA أو الفلوس. الفلوس هي اللي بتحدد دوّة. طيب هنا إحنا بن بنبدأ بقى نتكلّم في فكرة طيب أنا إزاي أجيب الفلوس اللي تخلّيني أبقى عايز أعيش الحياة اللي أنا عايز أعيشها، أو بالطريقة المناسبة اللي تخلّيني عايز أجيب الحاجة الأحسن، عشان أعيش حياة أحسن، فبالتالي صحتي تبقى أحسن، وأحس بطعم الحياة أكتر، تمام؟ طيب آمم، الفكرة في الموضوع ده إن أنت لمّا بتبدأ تشوف الموضوع ده بتبدأ تعمل إيه؟ بتشتغل، بس علشان تشتغل بكل بساطة عايز تجيب فلوس بسرعة، بتعمل حاجة بسيطة جدًا، بتبُص حواليك، ليه؟ دي حاجة مهمة، تبُص حواليك ليه؟ علشان تشوف الاحتياجات بتاعة المجتمع اللي حواليك أو العالم اللي حواليك، فبتبدأ تشوف الاحتياجات بتاعته، والله الناس اللي حواليّا محتاجة إيه، الشركات محتاجة إيه، العالم محتاج إيه، الدول المجاورة محتاجة إيه، طيب فبتعرف الاحتياجات دي وبتبدأ إن أنت تقيّمها وفقًا للنسب ووفقًا للإحصائيات قدر الإمكان، معاك الذكاء الاصطناعي تقدر تسأله في الموضوع ده، ويقدر يجيب لك كده أرقام وليستة بأكتر الحاجات اللي الناس محتاجاها أو الشركات محتاجاها الفترة دي، وبتبدأ إن أنت تعرف إيه أكتر احتياج موجود أنت مناسب بالنسبة لك وتبدأ تتعلمه. طيب فأنت كده بعد ما عرفت الاحتياج رُحت تتعلم مهارة، والمهارة اللي أنت رُحت تتعلمها دي هي مهارة بدأت إن هي تخلّيك عندك القدرة إن أنت تشتغل دي. التركاية بقى في إيه؟ التركاية هي في سرعة تعلُّمك للمهارة دي واستيعابك وشطارتك فيها، فبالتالي هتبدأ إن أنت لمّا هتيجي تشتغل، أنت هتشتغل فعلًا وتبقى متميّز، مش هتبقى بس شغّال عادي. ليه؟ لإن الاحتياجات كتيرة بس في نفس الوقت الناس كتيرة، زي ما الاحتياجات كتيرة، فالناس كتيرة. علشان كده أنت بتعمل إيه بقى، هنا هنقع كلّنا أغلبنا يعني إلا من رحم ربي طبعًا، بنقع في فخ مهم أوي وهو ركّز معايا وطقطق ودانك ليه أوي، اللي هو فكرة إن طيب أنا مهاراتي كده، أو أنا مثلًا ما باعرفش أتعلّم بسرعة، أو قدراتي مش هتعرف تجيب اللي إن أنا أتعلّم الموضوع ده بسرعة، فيبقى أنا كده ما ليش شغل. الحقيقة لأ، الحقيقة إن إحنا لينا شغل، وعلى فكرة عايزك ودي افتح فيها عقلك، بجد افتح فيها عقلك، لو عايز توقّف الفيديو وتفتح كده عقلك، وبعد كده تدخل الفيديو تاني وتبقى open minded كده، كمّل، أو لو أنت already جاهز كمّل على طول. وهي فكرة إن مش شرط إن كل حد يبقى في حد بيتعلّم بسرعة وحد ما بيتعلّمش بسرعة. ما فيش حاجة اسمها أنا قدراتي في التعلُّم بطيئة، وواحد تاني قدراته في التعلُّم سريعة، ما فيش حاجة اسمها كده. أمّال في حاجة اسمها إيه؟ في حاجة اسمها إن كل واحد عنده سرعة تعلُّم في جهة معيّنة، في field أو مجال معيّن، في تخصُّص معيّن. وده مهم أوي إن أنت ترسّخه في عقلك، ليه؟ علشان ده هيفتح لك آفاق كتيرة جدًا، أنت once بس أو أول ما هتعرف إيه هي المجالات والتخصصات اللي أنت عندك القدرات مهارة سرعة التعلُّم فيها، وإن أنت تقدر تتعلّمها بسهولة وتتفوّق فيها وتتميّز زي ما إحنا قُلنا، هيبقى ليك سعرك في السوق، وهتقدر إن أنت تطلب salary أو تطلب مقابل income محترم، لإن أنت دي قدرتك ودي الحاجة اللي أنت شاطر فيها وبتحب تعملها، فتقدر ساعتها تتكلّم بقلب وتتكلّم بشغف، مش هتبقى مكسور وأنت بتيجي تشتغل في وظيفة أو في شركة علشان بس دي الشغلانة اللي أنت لاقيها، فهترضى بأي حاجة، لأ، أنت ساعتها هتكون مختار حاجة أنت فعلًا شاطر فيها وبتتعلّمها والعالم محتاجها، فبالتالي أنت هتقدر توصل
لإن أنت هيبقى الincome بتاعك يزيد فعلًا وتختار الincome المناسب مع احتياجاتك، فتقدر تجيب كيس الطماطم اللي ب10 جنيه. طيب ده هينقلنا لجزء تاني مهم أوي، أنا إزاي أعرف وهي الجزء بتاع الhow بقى، وده اللي أنا باحبه أوي، اللي أنا متخصص فيه، اللي أنا هاشاركه معاك هنا وده عايزك تدقق معايا أوي فيه، هي فكرة إزاي أعرف إيه المجال أو المهارة اللي أنا هابقى شاطر فيها. الموضوع ده ببساطة شديدة هو عبارة عن إيه؟